اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. معلش بقى انا غبت عليكم كام يوم كده، كنت تعبانه شويه. النهارده بقى ايه، جبنا شويه ملوخيه حلوين كده عشان نفرزهم بقى. الملوخيه اليومين دول حلوه ورخيصه وبصوا تحفه جدا، فهاتوها بقى واعملوها زي ما هنعملها كده، هتنفعنا بقى ايه في الشتاء. انا بقى ايه، جبت الملوخيه بتاعتي كده بقطفها، وبجيب اللي هي الملوخيه اللي هي ايه عيدانها طويله دي، بتبقى حلوه جدا. طبعا اي حاجه مخرمه ما باخدهاش. بقطف بقى الملوخيه كلها بنفس الطريقه كده، وامسكها بقى ايه بغسلها كويس كده، يعني بنقعها شويه كده في ميه، وبعد كده بروح ايه ماسكاها بقى ايه غسلها حلو جدا. بصوا بتنزل، بص الطين بتنزل بقى ايه، يعني بصوا اتين نغسل فيها كده لحد الميه بتاعتها ما تبقى زي الفل بيضه خالص. بقعد بقى اغير عليها الميه كل شويه كده لحد ما تبقى زي الفل. طبعا كده احنا بقى بنتاكد ان هي مغسوله معانا مظبوط. اهم حاجه غسيل الخضار بتاعنا، لان هي بتبقى شايله بقى تراب وبتبقى يعني. بصوا الميه بقى لما غسلتها كويس كذا مره بقت زي الفل ازاي. خلاص بسيبها بقى تتصفى شويه على المصفى كده، وبعد كده ايه بقى يعني بنشرها كده شويه تنشف، يعني بسيبها ايه تشف شويه من الميه. امسكها بقى ايه بعد ما نشفت كده. انا كنت غسلها بالليل، الصبح ايه بخرطها معاكم. يعني احنا كده ايه الصبح. طبعا لو انت عايزه يعني عندك اللي هو المنشف بتاع الخضار ده وعايزه تنشفيها في ساعتها زي ما انت حابه يعني، بس انا عشان كان بقى الوقت متاخر يعني، فعشان كده سبتها بقى ايه باتت للصبح يعني. انا هنا بقى ايه حطيت حبه كربوناتو، يعني حبه على طرف المعلقه كده، بتحافظ على لون الملوخيه بتاعتنا ان هي ايه تن خضرة وحلوه كده. انا بحطهم وانا بخرط الملوخيه كده. بخرط بقى طبعا لو انت عايزه تعمليها في الكبه، عندك كبه يعني كويسه وبتفرم معاكي الملوخيه كويس، فاعمليها في الكبه، بس ايه يعني ايه اعمليها ضرب متقطع كده. انا بقى ايه بضربها بخرطها بالمخرطه كده، عشان انا بحب تخريط المخرطه. خلاص خرطنا بقى الملوخيه، وما تخليش الملوخيه بتاعتك ما تخرطهاش ناعم قوي، يعني خليها خشنه سنه كده. حطيت بقى ايه كوبايه ميه تغلي كده على النار، وغليتها كويس، يعني ايه حطيت كوبايتين وشلت شويه كده. وبنزل بقى بالملوخيه بتاعتي كده، بديها ايه يعني غلوه واحده. اول ما الميه غلت كده بروح بقى ايه نازله بالملوخيه بتاعتي. طبعا انا معايا كوبايه ميه بره مغليه برضو، عشان لو لقيتها تقيله قوي بخفها شويه. وصلوا بقى على الرسول عليها افضل الصلاه والسلام. طريقتها سهله، وبصوا نتيجتها تحفه جدا. بصوا انا بزود بقى كده الملوخيه بتاعتي عشان ايه لقيتها تقيله قوي، فايه خفتها شويه، عشان برضو ايه ما احطهاش من الاول وتخف معايا. انا بظبطها بقى كده. بصوا الطريقه بتاعتها زي العسل. بصوا انا الطريقه دي مجرباها، وبصوا موثوق فيها 100%. يعني عملتها كذا مره، يعني بقالي كذا سنه بعملها بنفس الطريقه كده، وبتطلع بصوا كأنك لسه جايباها طازه كده. انا زودت شويه ميه، يعني ايه نص كوبايه كمان، عشان تبقى معايا مظبوطه ما تبقاش تقيله قوي. خلاص بقى طبعا انا سبت الملوخيه بتاعتي بردت يعني خالص، سبتها بردت خالص كده. وبعد كده ايه هنحطها بقى في اكياس عشان ايه نفرز. طبعا ايه كل مره انا بروح السوق مثلا بجيب إيه يعني 2 كيلو كيلو، حسب بقى انا ايه يعني ايه انا قادره النهارده اعمل قد ايه. انا كل مره ما بعملش الكميه اللي انا هفرزها كلها. يعني ايه انا مثلا جنب اكل يعني اليوم بتاعي كده بجيب مثلا 2 كيلو كيلو، وبعملهم كده بنفس الطريقه كده. بقى بتبقى الطريقه سهله، من يعني ايه ما تبقاش تعب علينا والكلام ده. كده مش هتحسي بتفرزي برضو، بس ايه ما بتحسيش بتعب يعني، ولا بتبقي يعني عامله كلفه في الفلوس كمان كل مره. يعني مش بتعمل كل مرة يعني ايه مثلا يعني 10 جنيه. يعني انا المرة دي لما عملتها معاكم كده كنت جايبة 2 كيلو ب10 جنيه. فيعني 10 جنيه احنا لما بتكون في الشتاء بتبقى غالية جدا، يعني بتبقى غالية. وانتي كمان لما بتبقي عاملاها في البيت كده بتبقي واثقة في نظافتها، غسلها بايديكي. طبعا بص شفت انا وريتها لكم وهي بتتغسل منزلها حاجات كتير. فاحنا كده ايه عشان نوكل ولادنا الحاجات اللي احنا عاملينها بايدينا تبقي انتي واثقة في نظافتها. انا بصوا بعبيها في اكياس كده وبطلع كل الهواء. انا بصوا 10 جنيه عملت معايا ايه 4 اكياس. فيعني موفرة جدا وما خدتش معانا وقت. وده كان الفيديو بتاعي، متنسوش بقى بالاشتراك وكومنت حلو واللايك بتاعكم جميل.